ايه وحشتونا بقالنا كتير غايبين عنكم، وهنرجع تاني باذن الله. ادعوا لنا كده ربنا يصلح حالنا باذن الله. هنعمل معاكم زيتون، جبنا زيتون تفاح. احنا معانا كيلو زيتون غسلينه وشققناه كده من الجنب، ما نقعناهوش طبعا، عملناه على طول. وهنعمل الخلطه مع بعض. معانا هريسه شطه اهيت، مش حاطين عليها ملح ولا اي حاجه. هنحط معلقتين ونص. حطينا الهريسه، معانا جزر مبشور، معانا كرفس، الكرفس احنا مش مكترين، هو بيبقى ريحه بس. معايا الزيتون حطيته في حاجه واسعه شويه، ومعايا ليمون مقطع كده، ومعايا الفلفل منغزينه مغسول طبعا. هنقلب كله مع بعض. الخلطه اللي احنا عملناها كلها مع بعض، المكونات كلها مع بعض. لازم يكون لابسين حاجه في ايدينا عشان الهريسه طبعا حراقه. بصوا، نعمل بقى المحلول اللي احنا هنحطه فيه كده. احنا هنحط معلقه ملح معاه، معلقه واحده. نقلب كله مع بعض كده. الملح ده بيحافظ عليه وما بيخلوش يطرى مننا. لما بنحط الملح كده، لما بنحطه معاه بيتحيق حلو وما بيبقاش دلع. الكيلو كده بياخد 7 معالق ملح. احنا حطينا كده معلقه هنا والست معالق هنا. انا ربع كوبايه خل حطيناها على الميه دي 6 مجات من ده، على 6 معالق ملح. احنا هنقلبهم هنا عشان نحط الميه هنا مكان الخلطه كده. هنقلب كده الملح مع الميه. الميه دي حطينا 6 معالق ملح فيها و6 مجات ميه ربع كوبايه خل. كيلو ليمون هنحطه كده مع الميه. عملنا ربع كيلو ليمون حطيناه على الميه مع ربع كوبايه خل. البرطمان بتاعنا معقمينه. نعبي بقى الليمون كده، الزيتون، ومعايا 3 ورقات لورا ومع الوش. البرطمان التاني برضه حطينا فيه. معانا بقى هنا الليمون، معانا القشر بتاع الليمون، ونغطي بيه كده الزيتون. البرطمان ما نملاهوش على الاخر عشان ما بيتملي، وبنسيبه كده بيغرق الدنيا. فاحنا بنسيب فراغ شويه عشان لما نيجي نقلبه ده القشر طبعا اللي احنا عصرناه من الليمون من الزيتون. كده معانا معلقه سكر هنقلبها اخر حاجه. السكر طبعا عشان يخلي الزيتون كده مقرمش واحنا بناكله، والفلفل. هنحط الزيت على الوش كده، نغطيه. الزيت لازم يغطي كده القشر بتاع الليمون اهو. معانا كيس نجيف بتاع تلاجة. هنغطيه كده. ده طبعا زيتون تفاحي، ممكن بعد شهرين ناكله باذن الله. يمكن الزيتون العزيزي بيقعد شويه، بيطول شويه. ده مقدار كيلو. نحط 6 معالق ملح مع الميه ومعلقه ملح مع الزيتون. هنفتح عليه بعد شهرين باذن الله. لا نعمل ازيد من كده، بنضاعف الكميه. كده خلصنا الزيتون بتاعنا النهارده، واشوفكم على خير باذن الله.